أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السينما فن جامع للفنون الإنسانية من العمارة والموسيقى والرسم والنحت والشعر والرقص، فهو مرآة النفس الإنسانية تحرك ويؤثر ويجذب الأحاسيس والمشاعر بغية الارتقاء بالنفس فكرا وثقافة، لتسمو بتطلعاتها وآمالها لتطوير حضارة الإنسانية وإقامة حوار حقيقي بين الثقافات والشعوب المختلفة لعولمتها في منظومة ثقافية ليس لها حدود مكانية ولا زمنية، تخدم لتطور ولارتقاء بالقيم الإنسانية في هذا الكون. فالسينما فن جميل غني بالتجربة الجمالية بما يولد وينتج من الخبرة، فهو أنقى نماذج الفن بما يتمتع من تجارب في متعة الخيال والإثارة وما يثير الإنسان في العالم الخارجي، وأن نشاطه الحر ما يجعله فناً ممتعاً يثير الدهشة فينا جمالياً، وهنا تكمن قيمته فيستحق وصفه بالفن السابع، لا بتصنيفه الزمني بل بكونه جامع الفنون ورمز الكمال الفني. إذا ما نظرنا إلى تاريخ السينما العربية، وإذا ما استثنينا السينما المصرية في كم إنتاجها السينمائي، فإن السينما الكردية أيضا تفوقت، ومن خلال مهرجانها الخامس في بريطانيا على السينما في البلدان العربية، وكشفت ليس عن كم الإنتاج السينمائي الكردي فحسب، بل أيضا عن نوع هذه الأفلام وتطور أشكالها التعبيرية والفنية والجمالية والفنية التقنية أيضا. فالسينما والأفلام السينمائية ليست وسيلة ترفيه وحسب، وليست عاملا لقضاء الوقت وتضييعه، وإنما هي وسيلة تنتمي جنبا إلى جنب مع الدين والفلسفة والفكر في الحياة، وسيلة تجعل الفرد أكثر حكمة ونضجا وتساعده على النمو والمعرفة. وقد اقترح أرسطو قديما أن مشاهدة العروض المسرحية التراجيدية يلعب دورا مهما في خلق هزات داخلية عند الفرد وإرشاده للمعرفة الذاتية. فرؤية بطل المسرحية وهو يخطئ ويعاني نتائج خطئه يمكن لها أن تحفز الخوف والرثاء عند المشاهدين، وتتركهم مع أسئلة حقيقية عن النفس والضمير والأخلاق والدين والمجتمع وغيرها الكثير. إذن فالسؤال: ما الذي تحمله الأفلام؟ وما أهمية الأفلام؟ تشبه تماما سؤال ما أهمية الحياة. هناك ببساطة حاجة للفرد يجب أن تتحقق، الحاجة لتجارب ذات مغزى وقصص تثري حياته وتزوده بالمعرفة والحكمة وتدله أو تقربه من الأسئلة، وهذا ما تفعله الأفلام السينمائية إن كانت قصة قصيرة أو طويلة. هناك أفلام كثيرة تحمل رسالة واضحة وصريحة مفادها أننا لا نختلف كثيرا عن الآخرين المحيطين بنا في هذا العالم، وأن تحدياتنا ومشكلاتنا وصراعاتنا الداخلية والخارجية قد تكون مألوفة بدرجة أو بأخرى مع تلك التي للآخرين، وبالتالي تسعى لخلق منظور جديد للطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا وننظر بها لمشكلاتنا. لو تطرقنا لتاريخ السينما الكردية لوجدنا هناك تقدما في السينما الكردية على المستوى العالمي، وأن الكثير من المخرجين والفنانين الأكراد يتلقون دعوات للمشاركة في مهرجانات دولية، أحيانا كمراقبين وأحيانا بإنتاجهم السينمائي. فالأفلام الكردية على الرغم من مشاركتها في المهرجانات
فهي غائبة عن دور العرض المحلية والإقليمية والعالمية، على عكس الأفلام الإيرانية والتركية والعربية التي لها صداها في هذا المجال. قنديلنا لهذا اليوم مخرج سينمائي وتلفزيوني كردي شاب ومبدع والطموح، كان من أحد العناوين الرئيسية لحياته منذ الطفولة. ولد يلماز حسن المحمد علي في مدينة كوباني التابعة لمحافظة حلب عام 1993 من عائلة مثقفة بسيطة. الأب يعمل في مهنة المحاماة وعازف لآلة البزق، والأم معلمة ومربية أجيال. درس يلماز الابتدائية في مدرسة البعث سابقا بمدينة كوباني، والإعدادية في مدرسة ابن رشد في حلب. منذ الصغر كانت اهتماماته بالرسم والغناء، ولكن شاء القدر أن لا يكمل في هذا المجالات الفنية. كانت العائلة مهتمة جدا بالدراسة والثقافة بالدرجة الأولى، لذا كان يلماز من المتفوقين في الدراسة. ولأسباب الاهتمام بالدراسة انتقل في فترة دراسته الإعدادية مع عائلته إلى مدينة حلب ليستقروا في حي الشيخ مقصود. درس المرحلة الإعدادية في مدرسة ابن رشد. كانت فترة مذهلة وانتقالية بالنسبة له، خاصة وأنه تعرف على أصدقاء جدد، زاروا معا الحدائق والمطاعم الشعبية وسينما الأوبرا بشارع القوطلي. حصل على شهادة التاسع ومن ثم سافر إلى لبنان. استأنف الدراسة الثانوية في مدرسة المأمون الرسمية، وفي تلك الفترة بدأ اهتمامه بالسينما والموسيقى والشعر العربي والكردي. بعد انتهائه من التعليم الثانوي، يلماز من المخرجين الشباب، من الأشخاص الحيويين في هذا المجال، واللي عم بيسعوا بكد وكدح شديد جدا لحتى يثبتوا حالهم ضمن مهيئات ضعيفة جدا. يعني والضعف طبعا كون يعني نحن ما في عنا مؤسسات كردية داعمة لموضوع السينما، لموضوع الإخراج، لموضوع الدراما، لموضوع الفن عامة. لكن رغم هذه المهيئات أنت كادح يلماز، وأنت من الأشخاص اللي عم تبذل جهدك بشكل كبير كتير. يلماز من لما كان صغير، كونا أنه هو كان طالبي وهو معرفة، من لما كان صغير الصف التاسع كان طالبي، وأيام البكالوريا كان طالبي. كان محب للفن، كان محب للموسيقى، كان يعني محب للغناء، كان محب للعزف، كان محب للفن عامة بكل أطياف الفن وأصناف الفن وأنواع الفن. يلماز كان عنده روح الدعابة وروح المرح. هذا المرح اللي يعني كنت متأكد أنه نابع من رغبته الشديدة أنه يكون فنان، من رغبته الشديدة أنه يكون ممثل، لأنه أرضية التمثيل كانت حاضرة جدا بشخصيته. لكن هو يبدو أنه اختار موضوع يعني بالنسبة له أكبر من هيك وأفضل من هيك. أخذ البكالوريا وسافر على أرمينيا لحتى يلحق حلمه، وبالفعل لحق حلمه بكدح وجهد لا شك فيه. يلماز حاليا هو مخرج. أنا أفتخر بيلماز وأفتخر بعمله وأفتخر بشغله، أفتخر بأنه سينجز في المستقبل القادم. أتمنى أن يكون هذا المستقبل قريب جدا، ينجز ما لم ينجزه غيره، سواء إن
إن تم تأمين المهيئات لطاقاته ومهيئاته أو لم يتم تأمين المستلزمات. لا شك بأن الفن والإخراج خاصة يحتاج إلى مؤسسة داعمة، يحتاج إلى ميزانية. أعرف معاناتك كما أعرف معاناتي، أعرف معاناة كل كردي مبدع له هدف يسعى إلى 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 الحصول على ما يأرب أو ما يريد. اهتم يلمز جدا بالأفلام السينمائية وانبهر بهذا الفن الخلاب. كان دائما يتساءل مع نفسه كيف تصنع تلك الأفلام من خلال ذهابهم إلى السينما. أوبرا في حلب كما ذكرت، بدأ يركز على التصوير وأداء الممثلين حتى أثناء مشاهدته الدراما السورية والعربية والأفلام الأجنبية. كلنا نتذكر عندما كنا أطفال تلاميذ في المراحل الابتدائية كان المعلمون يطرحون الأسئلة حول طموحاتنا وأمنياتنا التعليمية في المستقبل، ويلمز يتذكر هذه الذكرى حين سألت المعلمة كل طالب عن صفه عن طموحه، ويأتي دور ألماس ليقول السينما، وتبدأ المعلمة بابتسامة ساخرة، ومن تلك السخرية بدأ إصراره على الاهتمام بالسينما وكيفية الوصول إلى هذا الحلم. السينما هي من أجمل الفنون وأرقى الفنون وأعرقها، وكما تسمى بالفن السابع. هي بدأت من أخوين لوميير ب 1895 بفرنسا من خلال فيلم تسجيلي لثواني متعددة، ومن وقتها انتشرت بالعالم تدريجيا يعني بشكل عام، طوروها طورت يعني بالاتحاد السوفيتي والدول الآسيوية بأمريكا إلى آخره، وبشكل عام يعني تطورت بالاتحاد السوفيتي واستغلتها أمريكا اقتصاديا بشكل كبير ليومنا الحالي. وبتعتمد الدولة على اقتصادها على هوليوود يعني بشكل كبير. طبعا درست بأوكرانيا، درسنا اعتمدنا على المدارس السوفيتية السينمائية مثل مدارس وشخصيات أندري تاركوفسكي المخرج كبير على كتبه وعلى أفلامه. وعلى صعيد يعني طبعا الأفلام الإيطالية الفرنسية الأمريكية طبعا كمان. وعلى صعيد المحلي يعني بالمنطقة بشرق الأوسط تأثرنا بأفلام يلماز جوني. عربيا يعني شخصيا تأثرت بأفلام يوسف شاهين، مصطفى العقاد، وصرنا ندرس طرق يعني إخراجهم لهذه الأفلام، اختيارهم للنصوص، اختيارهم للممثلين، أدائهم، كل ما هو متعلق بالإخراج السينمائي. طبعا كرديا ما تطورت السينما لهي الدرجة إلا عن طريق أشخاص معدودين على أصابع اليد، مثل ما ذكرنا يلماز جوني اللي شارك بمهرجانات عالمية مثل مهرجان كان السينمائي. وما تطورت لأنه نحن للأسف ليومنا الحالي ما عنا لا أكاديميات ولا أكاديميين يعني بهذا الشكل. السينما اللي اعتمدنا عليها بشكل عام ليومنا الحالي هي التسجيلية اللي هي تنتج بسهولة يعني.
فالسينما الروائية صعوبتها هي بالإنتاج، يعني أنتجنا أفلام قصيرة روائية، أما الطويلة على الصعيد الشخصي أنتجت وثائقيا، يعني أفلام وثائقية طويلة، لأنه الوثائقية هي اللي بتعتمد على قصة موجودة والأشخاص والمعدات البسيطة اللي موجودة عندك. أما الروائية بدها إنتاج هائل، يعني من ماديا وإلى آخره. بدأ يتساءل كيف يمكنه دراسة هذا المجال، صناعة الأفلام والإخراج، وجميع الطرق مسدودة أمامه، إلا أن الأب والأم شجعوه على ذلك ولم يروا الأمر مستحيلا. لذلك اختار شهادة بكالوريا الأدبي ونجح فيها، وللأسف الشديد لم يكن في سوريا كليات أو معاهد أكاديمية أو خاصة بالسينما. لذلك بعد حصوله على الشهادة الثانوية بدأ صديق العائلة الفنان ينال طاهر يهتم به ويسأل عن هذه الدراسة والإخراج السينمائي، فلم يجد أمامه سوى السفر إلى مصر أو دول الاتحاد السوفيتي سابقا. ولكن ما شجعه اختيار أوكرانيا بدلا من مصر الفنانان الراحلان ناصر ورياض وردياني، اللذان كانا أصدقاء والده، واقترحا بأن الدراسة في هذا المجال في دول الاتحاد السوفيتي ممتازة. في خضم الحديث عن الأستاذ يلماز محمد علي، صديق طفولتي ويعني شريكي في مقاعد الدراسة وسنوات الدراسة التي قضيناها صحبة في مدينة حلب جنبا إلى جنب، فيما بين مدارسها الإعدادية والثانوية وما قبل ذلك في الابتدائية. كنا نتشارك الكثير من السمات المشتركة، لربما أبرزها كان انتماؤنا إلى مدينة كوباني في الوقت الذي كان سكان كوباني آنئذ يعني متواجدين في حلب بأعداد قليلة. وقاسمنا المشترك الآخر الذي كان يجمع عائلتينا صحبة هو أن والدينا كانا زملاء في مهنة المحاماة. طبعا يعني كنا نقضي أوقاتنا مثل أي يعني شابين، مثل أي طالبين في مرحلة الإعدادية وما بعد، ولكن يعني كان لديه اهتمامات مختلفة عن تلك الفئة العمرية آنذاك. فمثلا يعني أنا كنت من بين الطلاب الكثر الذين يعني لطالما كانوا يطمحون لقضاء وقت أكبر في لعب كرة القدم أو قضاء وقت أكبر في لعب الألعاب الإلكترونية على الحاسب أقصد. إلا أن سيد يلماز كان يعني لديه شغف بالأفلام والسينما ومتابعة ومواكبة جديد السينما، ويعني دائما ما تراه منشغل بأمور الممثل الفلاني، الفيلم الفلاني، منذ نعومة أظافره إن صح التعبير، إلى أن اجتزنا سويا مرحلة الثانوية. غرد بعيدا باحثا عن حلم حياته، عن رغبة طفولته التي لطالما كان يحدثنا عنها باستمرار، بأنه يطمح لأن يصبح مخرجا ذات يوم، وأن يعني يشرف على أعمال فنية مضيفا إليها بصمته الشخصية. هذا ما كان يقوله منذ أن كان صغيرا، ويعني اليوم نشهد بأنه فعلا استطاع تحقيق حلمه، ويعني بالرغم من الظروف التي عصفت بسوريا منذ ما يقارب 12 عاما إلى اليوم، برغم كل هذا وأكثر من ذلك استطاع تحقيق حلم طفولته، ويعني المضي قدما في المجال الذي لطالما كان يجد نفسه مبدعا فيه. بدأ حلم يلماز يتحقق بالذهاب إلى أوكرانيا، وذلك عام 2011 ليستقر في مدينة أوديسا على البحر الأسود، وليبدأ بدراسة اللغة الروسية في أكاديمية بيتشيفايا. وبعد 7 أشهر تقريبا من تعلمه اللغة الروسية وحصوله على شهادة اللغة، توجه إلى عاصمة الاتحاد السوفيتي سابقا مدينة خاراكوف ليسجل في أكاديمية كولتور للفنون. ولحصوله على المقعد في قسم الإخراج كان عليه إنجاز تصوير عدة أفلام قصيرة أو فيديوهات لتجاوزه فحص القبول. بعد ذلك تم قبوله وبدأ
بالدراسة في 2012 وبعد عامين من دراسته أي في عام 2014 بدأت المراحل العملية الصعبة، ومن حسن حظه تعرف على كاتب سوري مقيم في بيلاروسيا وهو الدكتور ممدوح حمادة، وكتب ليلمس فيلما قصيرا اسمه الباب. كان الفيلم من دروسه العملية في الجامعة، وحصل على شهادة دبلوم بمعدل جيد جدا. ولنجاح هذا الفيلم تم عرضه في السينما الكندي بدمشق في ذات العام، وشارك في العديد من المهرجانات الأوكرانية. ومن بعدها بدأ في كل عام ينتج مجموعة من الأفلام القصيرة، منها الوثائقية والروائية، ومنها فيلم الياسمين. قبل كتابته لفيلم الياسمين كان هناك باب خارجي للسكن الجامعي مهجور ومغلق ويشبه الزنزانة، وكلما كان يمر من هناك تراوده فكرة إنها زنزانة، ويمكن تصوير فيلم ما في هذا المكان. ولم يكن يخطر بباله إنه من سيصنع فيلما هنا، وبالفعل كتب لاحقا قصة بسيطة كتجربة عنها، وحين عرض على دكتور الجامعة في قسم السيناريو أعجبته الفكرة وطلب منه أن يطورها، ثم كتب القصة بشكل أوسع وكتب السيناريو بعد تعديلات أجراها أكثر من عشرات المرات ليصبح جاهزا للتصوير. فأخبر شريكه بذلك الذي هو مدير التصوير وطالب في هذا القسم سيرجي غانتير، وشكلا فريقا للعمل. وعندما انهيا الفيلم نالا درجة امتياز في عدة مواد في الجامعة، ومن ثم عرض في مهرجان كييف السينمائي الدولي وعدة مهرجانات أوكرانية أخرى. بعد ذلك تم منحه شهادة تقدير من دولة ليبيا هيئة الخيالة والفنون والمسرح لقيامه بمونتاج فيلمين خاصين بهم وكتابة فيلم قصير للهيئة. صديق المخرج العزيز، الأخ والزميل المبدع يلماز، اللي دائما تذكرني به شغفه وطاقته ومثابرته وإنتاجه، ودائما كان يبحث عن الجديد واللي يحقق له طموحه. كان اللي يذكرني دائما بلحظات الدراسة بأن نشط ويتحرك ويبحث ويشتغل ويحاول من أقل الإمكانيات. فمتأكد أنا إن شاء الله راح يجي يوم وأشوفه بالمكان اللي يتمناه ويستحقه، لأن حقيقة هو طاقة متجددة مثابرة، يبحث عن الفن الحقيقي لصناعة السينما، يبحث عن الشغف اللي بداخله، الرسالة الإنسانية الحقيقية اللي نتمنى توصل من كل الأعمال ومن كل الفنون. هي أكيد ما محصورة بس بالسينما، بس يعني خلينا نقول السينما هي تجمع الفنون بصورة عامة، والهدف من عندها نوصل للإنسان ونوصل للرسالة الحقيقية اللي يقدمها للبشرية. فهذا كله اللي نتكلم به موجود بمخرجنا يلماز، اللي كان دائما يحب يجمع ويطور من كل الإمكانيات الموجودة بصناعة فن راقي جميل، صناعة محتوى حقيقي أكاديمي ممكن يقدمه بصورة جميلة. فالحقيقة الكلام يمكن يطول، وأنا أبدا ما مهيئ لهذا التصوير ولا المكان ولا مثل ما يقول الوقت، بس كان لازم يكون هذا موجود المحتوى. وهذا الكلام جدا بسيط يقال بحق مخرجنا وأخوي وصديقنا الرائع يلماز. أتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح والمحبة، وأشوفه من أنجح المخرجين واسم إلى مكانه بهذا
الصناعة. شكرا لك صديقي، وشكرا لكم، وتحياتي لكم. في أواخر عام 2017 حصل على الشهادة ونال درجة امتياز في دبلوم إخراج في السينما والتلفزيون من أكاديمية كولتورا الحكومية الأوكرانية. العودة إلى مدينته ومسقط رأسه كوباني كان قراراً اتخذه قبل خروجه من سوريا، وأنها ستكون تحديداً بعد تخرجه، غير أن الظروف الصعبة التي مرت بها مدينته بهجوم داعش المتوحش عليها ونزوح أهله وأقربائه وكل أهل المدينة من نحو تركيا، كانت تلك الأيام في غاية الصعوبة والألم ليكمل يلماس دراسته رغم تواصله مع أهله الذين لا مأوى لهم في بلد غريب، وليجتاز كل تلك الظروف وينهي دراسته لعودته إلى مدينته كوباني. عاد يلماس إلى وطنه في نهاية عام 2018 وبدأ بالعمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وإلى يومنا هذا على أمل أن تفتح أكاديمية خاصة بالسينما ليكون أول المشاركين فيها كمدرس ومساهم في أي شيء يطلب منه. عمل خلال هذه السنوات الأربعة على الكثير من الأفلام الوثائقية، منها روائي ومنها عرض على القنوات الكردية، والفيلم الروائي الذي نال جائزة في مهرجان النمسا الدولي شارك في مهرجان نيويورك للأفلام. طبعا الكتاب اللي تعاملت معهم وبحب اشكرهم، يعني مثل الكاتب الكبير الدكتور ممدوح حمادة لما كتب لي اول فيلم اخرجته روائي قصير، فيلم الباب باللغة الروسية، هو مترجم عربي وانعرض بسينما الكندي بدمشق، وشاركت من خلاله بمهرجانات كثيرة يعني. وبعدين بلشت أيضا للجامعة أنتج أفلام روائية قصيرة وأفلام وثائقية، لبين ما رجعت على شمال سوريا يعني روجافا، وبلشت أنتج أفلام وثائقية. طبعا انتج مو انه كأنها كمنتج، يعني كاخراجيا، يعني اشتغلت عليهم حتى مجال المونتاج والى اخره، ولا كروائيا كمان انتجت فيلم بالعراق بمدينة موصل، اشتغلت عليه كتصوير وكتمثيل، كانت لي تجربة كبيرة بطولة بالفيلم. وطموحي طبعا انه اقدر لاوصل لانتاج اكبر، يعني بالنسبه لافلام روائيه نقدر نحول هالقصص والروايات الموجوده عنا بالالاف، خاصه قبل الحرب وبعد الحرب، يعني نحولهم لافلام سينمائيه طويله يعني تعرض بمهرجانات عالميه. وطبعا كان في قبل سنة ونص تقريبا كان عندي مسلسل كردي بكردستان العراق، للأسف ما أنتج لأسباب أجهلها، يعني من خلال الشركة كانت لها أسباب. إن شاء الله مع الأيام القادمة في كتير أفلام سيناريوهات جاهزة عندي، لسيناريوهات أنا كاتبة ومنهم لأصدقائي يعني، ومنهم حاليا كمان عم أدرسهم يعني وبمرحلة الكتابة. من أعماله الباب، فيلم روائي قصير كتبه الدكتور ممدوح حمادة يتناول مفهوم العبودية، تم تصويره في أوكرانيا عام 2014. الأصدقاء، فيلم وثائقي قصير يتناول التراث والتقاليد الأوكرانية، تم تصويره في أوكرانيا عام 2015. الياسمين، فيلم روائي قصير تم إخراجه في أوكرانيا، وكان فيلم التخرج من الأكاديمية السينمائية، يروي قصة الاحتلال النازي لمدينة خاركوف الأوكرانية والمدن السوفيتية الأخرى. ليالي
دونيتسك فيلم روائي طويل يتناول قصة الاحتلال الروسي لمدينة دونيتسك الأوكرانية، تم تصويره في أوكرانيا، وعمل ممثلا في دور البطولة في فيلم الحذاء الأحمر الذي اشتغل في تصوير ومونتاج الفيلم الذي أنتج أيضا في مدينة موصل العراقية عام 2019، والفيلم حاز على جائزة مهرجان نمسا الدولي. كما أنجز يلمس في عام 2019 فيلما وثائقيا طويل بعنوان تكوشين أي المقاومة في مدينة الموصل العراقية، وهو من تصويره وإخراجه. يتحدث الفيلم عن النساء الكرديات واللاجئين في مخيم مخمور الذي يعيش فيه عشرات الآلاف الكرد المهجرين قسرا من تركيا منذ 30 عاما. وأيضا فيلم وثائقي طويل بعنوان دموع لا تراها العالم عن مدينة سريكانية أي رأس العين، وقصص الضحايا والعائلات الموجودة في مخيم واشوكاني بعد احتلال تركيا للمدينة. أيضا هناك فيلم وثائقي قصير يتحدث عن الزي الشعبي الأوكراني، تم تصويره في أوكرانيا. المخرج والسيناريست يلماس يستعد لتصوير العديد من الأفلام الروائية والوثائقية عن القصص والروايات الكردية والسورية قبل الحرب وضمن الأحداث الراهنة، وأعمال مستقبلية مثل الطموحات التي لا حدود لها. وهناك أفلام بحاجة لدعم مادي وثقافي وفني واجتماعي كفيلم حول قصة درويشة عبدي، والكثير من الأفلام عن الملاحم الكردية، أفلام عن مستقبل المنطقة، أفلام وثائقية سينمائية عن حرب كوباني، وأيضا سلسلة أفلام الرعب وأعمال درامية كوميدية على شكل لوحات. وهو الآن في مرحلة التحضير لتصوير العديد من الأفلام، ولكن هناك صعوبة في إنتاج الأفلام في المنطقة بسبب الحرب وما نعانيه ولعدم وجود شركات الإنتاج. لذلك لا بد من المحاولات العديدة والمستمرة، كما له مشاركات عديدة مع المركز الثقافي الكردي في شمال سوريا في العديد من الأعمال الفنية. يلماس يقيم الآن في مدينة القامشري، يعمل أيضا في مجال الإعلام مع العديد من الوكالات الدولية والمحلية، ولكن شغفه الأساسي والدائم هو السينما وكيفية تطوير هذا الفن في المنطقة.
يسعى الكثير من المخرجين الكرد لتكون السينما الكردية حاضرة في شتى مهرجانات العالم السينمائية، والبعض منهم نجح في تحقيق هذا الحلم كالراحل يلماز جوني، ومن بعده بهمن قوباداي وهنر سليم وهشام زمان ومانو خليل وغيرهم كثيرين لإيصال الألم والوجع الكردي إلى العالم من خلال أفلامهم إلى كل شاشة سينما موجودة في أي بقعة من العالم. وبدوري أشكر الأستاذ مروان شيخي والقائمين على هذا البرنامج الجميل الذي يساهم في تشجيع الفنانين والأدباء لكي يستمروا بشكل أفضل، وأشكر أصدقائي المشاركين معي في هذا البرنامج في هذه الحلقة، أصدقائي الأعزاء. أعزائي المشاهدين، ربما لن تكون هذه الحلقة كافية لأقف على نتاجه الغزير والمترامي الأطراف، لكني حاولت أن أشعل شمعة في قنديلنا المدلهم، وأتمنى أن أكون قد أفيت ولو بجزء يسير من إبداع المخرج والسيناريست يلماز محمد علي. إلى هنا وصلت بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائية روجافا. إلى اللقاء.